النهارده هنتكلم عن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو باختصار ال ADHD. هنقسم الفيديو لأربع نقط. إيه أعراض ال ADHD وإيه أنواعه وكيفية الوقاية منه وكيفية العلاج منه. إيه أعراض ال ADHD؟ هي جاية من اسمه اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. لو الطفل عنده نقص في الانتباه يبقى كده ده عرض من أعراض ال ADHD، وعلى العكس تماما لو في فرط حركة وفرط في النشاط. إيه كمان؟ الولد بيكون عنده سلوك اندفاعي، ما بيفكرش في الحاجة قبل ما بيعملها، يعني حاجة بتيجي في دماغه بيعملها على طول، فبيكون مندفع شوية. كمان حاجة هي قلة الثقة بالنفس، ما بيكونش فيه ثقة بالنفس. كمان حاجة إن بيكون فيه ضعف في الأداء الدراسي أو التركيز أثناء الدراسة. طبعًا الموضوع ده مش حالة فردية وبيحصل لملايين من الأطفال، فهو بقى حاجة شبه عادي إن إحنا نلاقيها أو نلاقي طفل عنده ADHD أو مصاب بالADHD. هو طبعًا بييجي للأولاد وبييجي للبنات، بس بتبقى بصور مختلفة. يعني في أغلب الأحوال الأولاد بيكون عندهم فرط النشاط، وفي البنات بيكون عندهم نقص في الانتباه أو قلة تركيز. إيه أنواع الADHD؟ هو ليه 3 أنواع، يا إما إهمال وعدم تركيز، أو فرط زايد في النشاط والاندفاع، أو بيبقى خليط ما بين الاتنين. طيب إيه أسباب الإصابة بالADHD؟ هو للأسف حتى الآن ما فيش سبب واضح وصريح يقول إن ده السبب ورا الADHD. في ناس بتقول جينات، في ناس بتقول الإهمال في الحمل والإهمال في التغذية وقت الحمل، فيعني بقى في نقط كده معينة وقائية بنعملها من أول ما الأم بتبقى حامل، فلازم تاخد بالها كويس جدًا من التغذية، ولازم تبعد عن أي حاجة ضارة، تدخين أو ما شابه أو أي شيء مضر، وتكون بتاخد الvitamins بطريقة كويسة، وبتبعد عن الأكل الضار والأكل اللي من برّه طبعًا، وبتاكل أكل صحّي. طبعًا الحاجة التانية إن أنا باجنّب الأطفال لكل أنواع السموم والملوثات والتدخين السلبي والكلام ده كلّه. طبعًا بيكون أكلهم صحّي وكويس وما فيش أكل من برّه. وبرضه من النصايح العامة إن أنا أبتدي أبعده عن الشاشات قدر المستطاع. مش هاقدر أمنعها عنه طبعًا باللي إحنا بنشوفه النهارده ده، بس أبعده عن الشاشات والscreens قدر المستطاع. تابلت، موبايل، تليفزيون، كل ده أبتدي أمنعه عنه وأدخّل مكانه أنشطة وحاجات مفيدة ليه. العلاج من الADHD، طبعًا أقدر أتابع مع دكتور نفسي متخصص في حالات الADHD، ودي هتكون خطوة كويسة، ولكن في عوامل وفي حاجات كتيرة جدًا ممكن أعملها مع طفلي تساعده في العلاج من الADHD. طيب إحنا زي ما قُلنا مريض الADHD ده أو المصاب بالADHD بيكون عنده عدم تركيز، فأنا لمّا آجي أطلب منه طلب لازم يكون بالراحة ولازم يكون واضح وصريح. مثال، ما ينفعش يكون الطفل جاي يذاكر وأنا أقول له روح خلّص اللي وراك. أنا باتكلم عن حد محتاج مساعدة عشان يقدر يستوعب كل كلمة أنا باقولها، فأنا هاقول له ذاكر الدرس الفلاني في المادة الفلانية في وقت قد كذا. أنا حددت له وقت وحددت له حاجة يخلّصها بطريقة معيّنة، بصيغة معيّنة، فالولد هيكون مستوعب تمامًا أنا محتاج منّه إيه. طبعًا برنامج المكافآت أو إن أنا أعوّد الطفل إن هو لمّا يسمع كلام أو لمّا يعمل حاجة المطلوبة منّه هادّي له مكافأة، ده مع أي حد في الدنيا، أي حد بيحب يتكافئ لمّا يخلّص اللي وراه. كمان حاجة طبعًا الحياة الصحية الروتينية اللي ما فيهاش أي شيء ضار، وإن أنا أأكّله أكل صحّي وأبقى مهتم بالرياضة جدًا، 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 ويبقى في activities في البيت على طول يقدر يعملها. الكلام ده طبعًا بيحسّن من حالة الطفل الصحية والنفسية والجسدية، وبيبقى في تقدُّم واضح جدًا لمّا نمشي على الروتين الصحّي ده. الفكرة باختصار إن لمّا تبقى شايف الأعراض دي على ابنك وتبقى متأكد إن هو مصاب بالADHD، ما ينفعش تحمّله حاجة فوق طاقته، ما ينفعش تضغط عليه فوق طاقته، ما ينفعش تدّي له كذا order في نفس الوقت. لازم أنت تكون منظَّم، ولازم تبقى عارف إن هو عايز منّك معاملة خاصة عشان يقدر يطلع من الحالة دي، ولازم تكون واضح جدًا وصريح، تحدد له الحاجة اللي المفروض يعملها، وتحدد له الحاجة اللي المفروض ما يعملهاش. ركّزوا مع أطفالكم وادّيهم من وقتكم، وخلّيهم يتعوّدوا على روتين صحّي ورياضي. سلام.